السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محتوى ميساء. اليوم جبت لكم فيديو جديد وهو المقارون بالفرماج ولا حليب. انا حندخلوا في المكونات. معايا الفرماج مبشور كما راكي تلاحظي، معايا كذلك مقارون، ومعايا كذلك رشة تاع الملح، ومعايا كذلك الحليب. الان هنايا راح نبدا نوجد الماء نديره في القدره وراح نخليه يغلي. الان هنايا الماء راه يغلي نتاعي ودرت له رشه نتاع ملح. راح نجيب داك المقارون اللي عندي وراح نطيب المقارون. الان هنايا راح نخلي المقارون تاعي يطيب ونرجع لكم. هنايا بعد ما طاب المقارون تاعي وصفيته راح نخليه يبرد شويه. في هذه الاثناء راح نجيب مقلاة وراح نضع فيها معلقه كبيره نتاع الزبده. الان هنايا راح نجيب معلقه وراح نحرك هذيك الزبده نتاعي. الان هنايا راح نخلي الزبده نتاعي تذوب ونرجع لكم. هنايا بعد ما دابت هذيك الزبده اللي كانت عندي، الان هنايا راح نجيب معلقه كبيره نتاع الفرينه. راح نضع المعلقه الاولى نتاع الفرينه وراح نزيد عليها المعلقه الثانيه. هنايا راح نجيب الفوي ونبقى نحرك حتى تدخل هذيك الفرينه مع الزبده او يولي اللون تاعها الذهبي. انا هنا نبقى مستمره في التحريك باش الفرينه تاعي ما تعجليش. الان هنايا في نهايه الاثناء بعد ما طابت الفرينه مع الزبده راح نجيب الكاس نتاع الحليب وراح نضعه. الان هنايا نبقى نحرك الحليب مع الفرينه حتى نتحصل على شكل كريمي. هنايا بعد ما حصلت على شكل كريمي كما كتشوفي وشويه ثقالت، الان هنايا في هذه الاثناء راح نجيب هذيك المقارونه اللي عندي وراح نضعها كما راكي تشوفي. الان هنايا راح نضع هذيك المقارونه اللي عندي راح نضعها كامل. الان هنايا راح نحرك هذوك المكونات ونرجع لكم. هنايا بعد ما وجدت ديك المقارونه راح نجيب المول اللي راح يدخل للفرن، راح نضع فيه هذيك المقارون مع البشاميل راح نساويها ونرجع لكم. الان هنايا بعد ما ساويت ديك المقارون مع البشاميل في المول راح نجيب هذاك الجبن اللي عندي مبشور راح نضعه من الفوق. وانا هنا في هذه الاثناء نكون سخنت الفرن نتاعي 180 درجه. الان هنايا بعد ما الفرن نتاعي اسخن راح نضع فيه هذيك المقارون مع البشاميل ونرجع لكم. هنايا ضعت الفرن المقارون تاعي في الفرن. الان هنايا نخليه يطيب ونرجع لكم. هنايا بعد ما وجدت المقارونه نتاعي بالبشاميل والفرماج كما كتشوفي خرجت حمراء وزوينه. نتمنى ان شاء الله يكون عجبك هذا الفيديو ونشكركم بزاف بزاف على التعليقات نتاعكم الزوينات العسولات. نتمنى ان شاء الله يكون عجبك هذا الفيديو وجاك خفيف ظريف. نتمنى ان شاء الله ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناه وما تنسونيش بالتعليقات تاعكم الزوينات. مع السلامه في فيديو جديد.